ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الهوهوز بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا، طعمه خطير وفي منتهى الجمال، وطبعا مقاديره اقتصاديه جدا، متوفره في كل بيت، مش محتاجين في عمايله ولا سمنه ولا زبده ولا زيت ولا حتى حليب. امال هنعمله بايه؟ هتشوف معايا في الفيديو ازاي من كميه دي صغيره جدا وشويه ميه هنقدر نعمل عدد كبير جدا من الهوهوز. اولادك هيحبوه، عمرك ما هتشتريه تاني من بره، لانه في البيت هيكون اوفر بكتير، وكمان هيكون انضف لانه طبعا ما فيهوش مواد حافظه. يلا على طول نسمي الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. بس الأول ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة لو لسه لأول مرة بتشوفوا قناتي وحابين يوصلكم إشعارات بكل الأفكار والوصفات اللي بنزلها يوميا أول بأول. هنبدأ أول حاجة بعمل الكيكة. فأنا هنا معايا ربع كيلو من دقيق الاسبونج الجاهز شوكولاتة اللي هو فيما يعادل كوباية ونص، وكمان معلقة. معانا كمان ربع كوباية مية من الحنفية، 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، فانيليا سايلة هنحتاج منها نص معلقة صغيرة، وكمان معانا نص معلقة صغيرة من الخل. اول واهم خطوه محتاجين نخفق البيض بتاعنا كويس جدا، الصفار بالبياض من غير ما نفصلهم عن بعض. فانا هنا ضفتهم في الشفشق بتاع الهاند بلندر، وابتديت اضيف معلقه صغيره من الخل، نص معلقه صغيره من الفانيليا السايله، ولو مش متوفر عندك فانيليا سايله تقدري تستخدمي فانيليا باودر، ضيفي 2 باكو من الصغيرين دول. بعد كده هنخفق البيض بتاعنا لحد لما القوام بتاعه يبقى هش جدا وحجمه يتضاعف، وكمان اللون يكون فاتح. لو عندك عجان استعمليه، عندك مضرب كهربائي برضو تقدري تعملي بيه، لو مفيش استعملي المضرب اليدوي عادي جدا، مفيش مشكلة. بعد ما خفقنا البيض هنضيف ليه ربع كوباية من المية بتاعة الحنفية عادي جدا بكوباية الشاي. تمام. هنا انا بدأت اضيف كمية الدقيق، كنت حابة اعجن في الكوب المعياري ده، ولكن لقيت الكمية هتكون كتير ومش هينفع، فجبت بولة كبيرة وبدأت افضي فيها كل الكمية بالشكل ده، وهخفقهم بالمضرب اليدوي عادي جدا، مفيش مشكله. طبعا لو عندك عجان هيكون افضل بكتير في الخطوه دي، لو ما عندكيش اعملي زي ما بعمل بالظبط بالمضرب اليدوي، وابداي اخفقي الكيكه بتاعتك لحد لما يكون القوام بتاعها هش شويه، يكون اشبه بالكريم شانتيه. خلاص كده انا خفقتها وهو ده القوام المطلوب. هنجيب صينيه ندهنها بدهنه زيت، وهنفرش فيها ورقه زبده، ضروري جدا نفرش ورقه زبده في قعر الصينيه علشان الكيكه بتاعتي ما تلزقش فيها واعرف اقلبها بكل سهوله. فرشت ورقه الزبده، هننزل بالكيكه بتاعتنا بالشكل ده. الصينيه دي مقاس تقريبا 40 في 50. هتقولي كمية الكيكة قليلة عليها، لا مش قليلة، لان طبعا هتشوف معايا دلوقتي الهوهوز بيكون شكله عامل ازاي. هنبتدي نفرد الكيكة كلها في الصينية بالشكل ده، ونحاول ان احنا نوزعها في الاحرف علشان تطلع مظبوطة، واقدر استغل كل كمية كيكة موجودة معايا واعمل منها اكبر عدد ممكن من قطع الهوهوز. فردنا الكيكة بالشكل ده، وزعناها كويس جدا، نفضل نسوي فيها بالسبتيولا بتاعتنا. وطبعا ما تهزوش الصينيه، يعني ما تقعدوش تخبطوها علشان ما تخرجوش الهواء منها. امال هنعمل ايه؟ هتهزوها وهي زي ما هي على الرخامه، يعني هنهزها بس بايدينا كده من غير ما نشيلها ونهبطها. تمام. بعد كده بتدخل على فرن متسخن مسبقا على درجه حراره 200 في الرف الوسطاني بالظبط، هتقعد 10 دقايق مش اكتر من كده. بعد 10 دقايق بنطلعها وهو ده شكلها. هتختبريها طبعا، هي مش عالية قوي، فعلشان كده بالخلة مش هتدخل كتير. بعد كده وهي سخنة زي ما هي هنجيب سكينة تكون بسلاح رفيع بالشكل ده، وهنبتدي نسلكها من الجوانب بتاعتها. طبعا الصينيه دي او مقدار دي اللي احنا ضفناه شايفين بتطلع بكل سهوله، هيعمل معاكي كميه هوهوز كبيره جدا. هنقول دلوقتي قد ايه. بعد كده هنجيب ورقه زبده وهنحطها على الوش من فوق علشان نقلب. بس قبل ما نضيف ورقه الزبده محتاجين ندي رشه من الخليط ده، اللي هو عباره عن كاكاو محلى على شويه سكر، او ممكن كاكاو خام على شويه سكر. بلاش دقيق، لان الدقيق هيخلي لونها ابيض. قبل ما نقلب، قبل ما نحط ورقه الزبده، علشان لما نقلب ما تلزقش في ورقه الزبده زي ما شفتم. بعد كده هنقلبها بالشكل ده، وهننزلها هتنزل معانا بكل سهوله. بعدين على نفس الصينيه هنبتدي نحطها، وهنبتدي نبرمها او نرولها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس طبعا الحرف بيكون ناشف شويه فبنقصه. تمام. وبنبتدي نبرمها. طبعا احنا عارفين ان الهوهوز بيكون مش طبقات كتير، يا دوب لفتين بالشكل اللي شايفينه ده، وبنبدأ نقطع بالمقص او بالسكينة، بنبتدي نقطعها. وطبعا احنا رشين الخليط اللي هو بتاع الكاكاو المحلى والسكر، فعلشان كده ان شاء الله العجينة بتاعتنا مش هتلزق. شايفين السمك بتاعها قد ايه؟ يعني القطعة اللي انا بلفها دي تدينا حوالي 4 أو 5 قطع من الهوهوز، حسب طبعا الحجم اللي انت بتفضليه.
ببدأ ابرم كل قطعة بالشكل ده وبحطها على صينية، واحط عليها من فوق حاجة تكون وزن زي مثلا صينية بايركس علشان تثبتها وتفضل واخدة الشكل ده. تمام. هقطع بقى باقي كمية الكيكة اللي معايا بنفس الشكل لحد لما اخلص الكمية كلها، وزي ما اتفقنا بنحطها على صينية تقديم عادي مفيش مشكلة زي مثلا الصينية اللي قدامكم دي، ونحط عليها من فوق حاجة تكون وزن زي مثلا زي ما اتفقنا وقلنا صينية بايركس علشان تكون حاجة تقيلة، فبالتالي ان هي تثبت الكيكه بتاعتي على نفس الوضع. تمام. تعالوا بينا نعمل الكريم شانتيه. معانا كوبايه من الكريم شانتيه، هنضيف عليها كوبايه بنفس الكوبايه اللي معايرين بيها الكريم شانتيه، تكون كوبايه من الماء المثلج، وكمان نص كوبايه سكر بودر بالشكل ده، ومعلقه زبده. طبعا انا هنا قعدت انزل ب عود كده بتاع الشيش طاووق ولكن مش نافع فهنشتغل بايدينا. معلقه من الزبده هتخلي القوام بتاع الكريم شانتيه اللي هنحشي بيه الهوهوز طعمه جميل جدا، مش هيفرق عن اللي بتشتريه اي حاجه، مبال هيكون انضف واحلى بكتير جدا من بره. لازم تكون الميه مثلجه، لو عندك حليب وحابه تستخدمي حليب مفيش مشكله. هنفضل نخفق في الكريم شانتيه بتاعنا بالشكل ده لحد لما القوام يكون هش جدا معانا ويكون بالسمك اللي احنا طبعا عارفينه. واحده واحده هيتقل معاكي وهيوصل للسمك المطلوب. خلاص كده هو ده السمك بتاعه المطلوب. هبتدي اجيب قمع او ممكن كيس تلاجة، كيس لبن عادي، هتفتحيه وتفضي فيه كمية الكريم شانتيه اللي انت عملتيها، وبعد كده هتدخليها الفريزر لحد لما تخلصي باقي الوصفة بتاعتك علشان يفضل متماسك وما يبدأش ان هو يسيح تاني معاكي. سواء في قمع زي ده او في كيس تلاجة مفيش مشكلة، في الحالتين هيمشي وبطريقة سهلة وبسيطة جدا هتقدري تعملي اجمل كمية هوهوز. دلوقتي هنعمل كفر الشوكولاته اللي احنا هنغطي بيه الهوهوز بتاعنا. معايا هنا بار او قطعه من الشوكولاته، هنبتدي نبشرها بالسكينه او بالمبشره، وبعد كده هنضيف ليها معلقتين زيت او ممكن مكعبين كبار من الزبده. تمام. وهنبتدي نسيحها في الميكروويف او على حمام بخار زي ما اتفقنا. وزي ما انتوا عارفين عني بحب اعمل بابسط المقادير وابسط الامكانيات علشان كل الناس تقدر تعمل بكل سهوله وما يكونش فيه اي كلاكيع. بعد ما بشرنا الشوكولاته هننزل عليها بمعلقه كبيره من الزبده او مكعبين زبده، وحطيتها في بايركس وحطيتها في صينيه بايركس تانية كبيره، وفضيت ميه مغليه زي ما انتوا شايفين كده. ولو هتعملوا كده خلي بالكم لا الميه تنزل على الشوكولاته. وهنبتدي نسيحها، هنقلب بالشكل ده، هننزل الزبده ونبتدي نسيح بالراحه خالص. هنغطيها بس شويه ونسيبها علشان الحراره والبخار ده يسخن البايركس اللي فيه الشوكولاته وتبدا تسيح معايا بكل سهوله. طبعا لو في مايكروويف هتدخليها 3 ثواني هتطلع معاكي سايحه وجميله جدا. وكده خلاص الشوكولاته بتاعتنا بدات تسيح زي ما انتوا شايفين، مع التقليب المستمر هتفك معانا وتبقى تمام. بس في ملحوظه من وجهه نظري ومن الافضل ونصيحه ليكوا علشان ما تقعيش في الخطا اللي انا وقعت فيه، زودي الزبده شويه او الزيت شويه، خلي قوام الشوكولاته يكون سايح اكتر من كده علشان لما تحطي فيه قطعه الهوهوز ما تضطريش تستخدمي ايديك زياده عن اللازم زي ما انا عملت. فركزي وهتشوفي قصدي ايه. ده خلاص هنبتدي بقى الشوكولاته او سوري الكيكه بتاعتنا بعد لما حطيناها على صينيه وحطينا عليها بايركس من فوق زي ما اتفقنا، اخدت شكل قطعه الهوهوز، يعني اتطبقت بالشكل اللي شايفاه ده. هنبتدي نطلع منها ورقه الزبده بالراحه خالص، هتطلع معانا بكل سهوله. تمام. ركزوا معايا، الفيديو مش طويل، الفيديو حبيت اوضح لكم بس كل الخطوات علشان ان شاء الله لما تعملوه يطلع ناجح من اول مره. بنبتدي نفك الورقه بتاعه الزبده اللي بره بالشكل ده بالراحه خالص علشان قطعه الكيك ما تتكسرش معاكم. تمام كده. لو اتكسرت حته صغيره منها مفيش ادنى مشكله، طبعا كل ده بيتعالج بالشوكولاته من بره. طبعا انا هنا سايبه لكم خطوه بخطوه علشان انتوا كمان تعملوا كده، ما تتسرعوش وانتوا بتشيلوا الورقه فبالتالي ممكن تكسروا الكيكه، لا بالراحه خالص وانتوا بتشيلوها. بعد كده بنبتدي نفتحها بالراحه جدا ونحاول ندخل القمع او الكيس اللي احنا حاطين فيه الكريم شانتيه، وبنبتدي نصب كده خط بالطول جوه الكيكه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده.
كده تمام قوي، ما تزودوش عن كده. بعد كده هنبتدي نقفل الكيكه بتاعتنا بالظبط شبه قفله السويس رول، بس هنا ما تضغطوش علشان الكريم شانتيه ما يطلعش من الكيكه بتاعتنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بالراحه خالص. وبعد كده بنقفلها، وبعد كده بنبتدي نقلبها ونقطع الهوهوز بتاعنا حسب الحجم اللي احنا عايزينه. حابين اول حاجه بنقطع بس الطرف ده لانه طبعا بيكون ناشف مكان الصينيه. بعد كده تقدري تقيسي بالمسطره او بالنظر كده، اعملي الحجم اللي انت عايزاه. لو عندك اولاد كتير وحابه تفرحيهم كلهم وتعملي كميه كبيره، صغري الحجم اكتر شويه. تمام. لو حابه تعملي بالظبط، لو هتقدمي لي ضيوف فقيسي، يعني قطعي قطعه وابداي ان انت قيسي عليها. تمام. طبعا دي اول قطعه كيك كبيره هبتدي احشيها، هنشكلها مع بعض علشان تشوفوا ازاي بنعملها من الالف للياء. وطبعا هتكملوا كل المقدار اللي احنا عملناه بنفس الطريقة اللي انا قلت عليها. كده قطعناهم، عملوا معايا 4 قطع. انا طبعا لو كنت صغرت كانوا هيعملوا معايا 5، يعني ممكن قطعة الكيك اللي احنا عملناها كلها تعمل معاكي 12 قطعة من الهوهوز، ولكن الافضل تقسميها على 8، كده هتكون القطع مظبوطة جدا جدا. بعد كده بنبتدي نحطها في الشوكولاته، وزي ما اتفقنا لو سيحتوا الشوكولاته زياده عن كده مش هتضطروا تستخدموا ايديكم. طيب لو عملتوها زي ما انا عملت وحابين ان هي تاخد كفر من الشوكولاته كبير، هنعمل ايه؟ شايفين بندخلها بين ايدينا كده وبنزق علشان نخليها مسويه من فوق وشكلها جميل. تمام. واللي بنطلعه بنحطه على شبكه جنبنا او على صينيه، مفيش مشكله، او طبق. زي ما انتوا شايفين الطريقة سهلة جدا جدا وبكل بساطة هنقدر نعمله. طيب انت مستعملة ايديك زيادة عن اللازم، عادي يا جماعة، ما احنا اللي هناكل وكده كده احنا برضو بنعجن بايدينا. طيب لو حابين ما تعملوش الخطوة دي، وانتوا بتخففوا الشوكولاتة حطوا زيت كتير، زودوا الزيت، ادوها زيت لحد لما يوصل القوام بتاعها ان هو يكون سائل اكتر من كده بكتير، او لو بتستعملوا زبدة زودوا الزبدة. تمام. طبعا اللي بنطلعه زي ما قلت لكم يا اما بنحطه على صينيه او على شبكه كده لحد لما نخلص. طبعا دول اول شويه عملتهم، هكمل بقى باقي المقدار بس اللي احنا بنخلصه بندخله التلاجة علشان يتماسك. وعموما كده كده الجو برد، فبمجرد ما تطلعيه من الشوكولاته اللي هي كنا بنغلفه بيها بيتماسك وبيبقى شكله بالجمال اللي انت شايفاه ده. ما شاء الله طعمه في منتهى الجمال، والله العظيم خطير جدا جدا. هتعملي وهتفرحي اولادك بمقادير بسيطة زي ما شفتي، وطبعا في البيت ما هوش مكلف وانضف من بره بكتير. شايفين بقى الجمال؟ لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك للفيديو، حطوا لايكات كتير للفيديو علشان يترفع وكل حبايبنا يقدروا يشوفوا الوصفة المميزة دي. وكمان يا ريت اللي بيشوفني لأول مرة ينزل حالا يشرفني بالاشتراك، هتلاقوا كلمة اشتراك مكتوبة باللون الأحمر تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل علشان تقدروا تشوفوا كل الأفكار والوصفات اللي بنزلها يوميا أول بأول، وكمان حتى الفيديوهات اللي قبل كده. شيروا الفيديو لو حابين، وما تنسوش تكتبوا لي كومنت جميل زيكم، ولو في أي سؤال برضو اكتبوه. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.